سمعت دي قبل كده؟ حكمت المحكمة بالإعدام شنقا حتى الموت. لاحظت حاجة؟ لا. طب اقول لك انا بقى لاحظت ايه. بيقول لك شنقا حتى الموت. هتقول لي عادي، هقول لك لا مش عادي، استنى. طب ما يقول شنقا بس، ما كده كده اللي هيتشنق هيموت على طول. ليه شنقا حتى الموت يعني؟ تعال اقول لك. سنة 1724 تقريبا اتحكم على مارغريت ديكسون بالاعدام شنقا علشان هي موتت ابنها. هي كانت متجوزة وانفصلت وكانت حامل، مشاكل عائلية مالناش دعوة بيها، واتحكم عليها بالاعدام شنقا بس. تيجي تقول لي ما كده كده هتموت، هقول لك كمل معايا بس. وهم بينقلوا الجثة للمقابر لقيوها لسه عايشة، وطبعا وقتها الحكم كان اتنفذ بس ما ماتتش. ممكن يكون علشان الحبل ما كانش مربوط كويس، او ممكن علشان وزنها هي ما كانش تقيل للدرجة اللي تكسر رقبتها وتموت. وقتها اعتبروا العقوبة اتنفذت، وطبعا ما ينفعش تعدم شخص مرتين علشان غلطة واحدة. وعاشت مارجريت حياة طويلة واتجوزت تاني، وبرضه دي حاجات عليها مالناش دعوة بيها. طيب نرجع لمرجونا. هل فعلا عبارة حتى الموت اتضافت بسببها؟ بص معايا، مفيش مصدر او دليل تاريخي قاطع يثبت الكلام ده، لكن هي قصة وانتشرت كده، وتم تطوير العبارة لضمان وضوح العقوبة، بالأخص بعد حالات زي مارجريت.